ليه البنات بتتجوز بسرعة وتتطلق أسرع؟ الجزء التاني. أنا هبة فوزي NLP، ودي سلسلة عن العلاقات، وفي الفيديو ده هكلمك عن تاني أخطر سبب بيخليكي تختاري غلط. المشكلة مش ضروري خالص تكون في الشخص اللي قدامك، أحيانا كتير المشكلة في إنك داخلة العلاقة وإنت لسه مش عارفة نفسك أصلا، مش عارفة إيه اللي يسعدك، إيه هي أحلامك، تبتدي منين، تبني حياتك إزاي. وهنا بنات كتير بدل ما تركز على نفسها بتجري ورا فكرة حب اتبعت لنا زمان، فكرة فارس الأحلام، فكرة سندريلا والأمير اللي هيجي ينقذها في الرومانس ويسيب الدنيا كلها عشانك. وهنا تدخلي العلاقة وانت حاطة آمالك وطموحاتك وأحلامك كلها عليه، هو بقى مركز حياتك ومصدر سعادتك واللي المفروض يحقق أحلامك. والحقيقة إن ولا ده دوره ولا يقدر عليه أصلا. وخليني أبسطها لك، انت دخلتي العلاقة وكوبايتك فاضية ومستنياه هو يشوف ايه المناسب ويملاها، في حين ان هو داخل بطموحات تانية ومسؤوليات تانية غيرك. ومن هنا هو مش مسؤول فعليا ان هو يملالك كوبايتك، لكن دوره الحقيقي يتفهمك ويدعمك ويشجعك. طب بعد الجواز هنا تكمن الصدمة، هو مش زي ما انا توقعت، انت كمان مش زي ما انت توقعت. وهنا ما بتكونيش سعيدة لانك كنت مستنية نهاية الفيلم تكمل معاكي، مش مستنية بداية حياة شكلها ومسؤولياتها مختلفة. فعزيزتي، الجواز مش نهاية فيلم، لكنها بداية حياة. لو دخلتيه وانتي مش عارفة نفسك ومستعدة كفاية هتضيعي وتتوهي من نفسك اكتر وهتطلعي منه تايهة اكتر. فخليكي فاكرة ان تحقيق احلامك وسعادتك مسؤوليتك انت، لكن الاختيار الصح هيشاركك في كل ده. قوليلي في الكومنت اخر مرة اسعدتي نفسك كان امتى. ولو عايزة تعرفي تبدأي حياتك منين وازاي تفهمي نفسك وتحققي احلامك تابعي، عشان هنا بنبني الشخصية اللي تقدر تخلق الحياة اللي طول عمرك بتتمنيها.